انا عارف انك مكتئب والدنيا مديك على دماغك. هتسالني وتقول لي عرفت منين؟ اقول لك مش محتاج افكار، يعني ما انت اكيد مش داخل تتفرج على الفيديو بالعنوان ده لما يكون الدنيا عامله معاك كده ومديك على قفاك. تعالى بقى اقول لك على 10 افلام مضاده للاكتئاب. فيلم 55 اسعاف، الفيلم تحسه معمول كده ب2 جنيه الا ربع، بس مليان ضحك وكوميديا عبثيه جدا وتضحك من قلبك بجد. فببقى داخل الفيلم مش عايز اسمع قصه ولا احداث ولا عايز رساله ولا فن هادف من الاخر، انا عايز افهم حرفيا هتخرج من الفيلم بدون اي فايده تعود عليك غير انك ضحكت. اوعى يا واد يا ولع. مياو. تعالوا لي يا حبايبي، تعالوا لي اللولك والنولي. رقم 2، فيلم اقتلني شكرا لفؤاد المهندس. افلام فؤاد المهندس عموما الكوميديه تقريبا بتبقى ماشيه في دور عبثي كده وجانر عبثيه ملهاش اي هدف غير الضحك بس، يعني زي افلام مستر اكس والكلام ده. بص بقى فيلم اقتلني شكرا هو حرفيا مفيش فيه اي حاجه غير انك عايز تضحك وخلاص، بيحاول يضحكك بطريقه عبثيه بمشاهد عبثيه، بيحس ان في دوشه كده وفي زحمه في الفيلم وخلاص. حتى اسمع الاغنيه دي كده. قولي لي وشي ما انا من ذوات الاربعه. اسمع الاغاني اسمع. رقم 3، فيلم ابن القنصل. الفيلم ده مهما اتعاد ومهما جه على التلفزيون انا بقعد اسمعه وبضحك على كل افيه بيقوله خالد صالح. هيك تستنى افيهاته وتحب تسمع كل كلمه بيقولها. يعني لو انت فاكر مثلا فيلم بتاع ده كان اسمه ايه؟ التلاتة الباقيات اللي هم بحنان ترك واسماعيل دي و المشهد بتاعه هو ويسرية، انا جعان يا يسرية. يعني المشهد ده بصراحه انا بحبه قوي، خصوصا الكيمياء بين خالد صالح واحمد السقا وغادة عادل في الفيلم ده كانت حلوه قوي. قائمه زي دي ما ينفعش تخلى من فيلم زي فيلم فول الصين العظيم. الفيلم ده عبثي من اول مشهد لاخر مشهد، وحرفيا مفيش مشهد بيظهر فيه محمد هنيدي او اي شخصيه في الفيلم عموما الا لما بتضحك. يعني انت حرفيا ضحك لضحك بضحك بضحك. المنافس الوحيد لينا في السوق. المنافس. عايزك بقى تصحى تفرش الافيه عشان المشهد اللي بعده تضحك. حتى اسم الفيلم انت لو ركزت كده 5 دقايق تقعد تضحك. فول الصين العظيم، بحث عن فضيحه. الفيلم ده يا جماعه فيه كميه افيهات سابقه عصرها بشكل بشع. عايز اقول لك مثلا يعني في لغايه دلوقتي شوف اي بيت ما تقالش فيه الافيه بتاع طخه بس ما تموتوش يا بوي او ما تعوروش يا بوي، او الافيه بتاع ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش. ضلمه كماني وتقول لي فضيحه ايه دي؟ وباسني كمان يا ابوي. انا بوستك يا عم وقعتك مهببه. هو قال لي كلام يدوخ، انا دايخ يا ابوي. فيلم عليه خلاف كبير وتقريبا فشل وقتها بس انا بحبه جدا، فيلم حملة فريزر. يا جماعه الفيلم ده بلاقي كوميديا عبثيه بشكل رائع، كميه شخصيات لوحدها. في ناس كتير مش هتحبه، يعني في ناس كتير اعرفها ما بتحبوش وشايف ان الفيلم ده من اسوء افلام محمد سعد، بس انا بحبه جدا. الفيلم ده من اول مشهد فيه لاخر مشهد فيه انا ما بطلتش ضحك. انا شفته مع اخويا واحد صاحبي في البيت عادي، بس كنا حرفيا صوتنا كان مسمع البيت كله كهكهه. المشهد بتاع لما لقوا العقد بيقول له اللي بالسوري دي طب ما ندور بنخبيه وندور عليه ده. فيلم برضه جديد شويه او حديث نسبيا، هو فيلم فضل ونعمه. الكوميديا بتاعت ماجد الكدواني مع هند صبري، انا كنت حاسس طول الوقت ان في عبث، انا مش فاهم في ايه بيحصل، انا بضحك ليه؟ ايه اللي بيحصل ايه القصه؟ ايه اللي بيدور في الاحوال ده؟ بس كنت بضحك وكنت مبسوط. واخيرا فيلم بلبل حيران. الفيلم ده يا جماعه يعني في ناس شايفه ان هو من اقل افلام او بدايه النزول في مستوى افلام احمد حلمي، بس انا شايفه من احسن افلام احمد حلمي. هو الفيلم قصته وفكرته لطيفه جدا وقدمها بشكل حلو جدا، والشخصيات كانت متناغمه جدا بشكل حلو وبتضحك. انا مش عايز اكتر من كده فيلم كوميدي. فيلم كوميدي في كل العناصر دي ضحكني بس كده يا جماعه. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، تنزل تبص على الفيديوهات القديمه وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول باول. عجبك فكره الفيديو ده ويقول عشان اعمل فيديوهات منه اكتر، ولو مش عاجبك قائمه الافلام بتاعتي تقدر تحط القائمه الخاصه بيك في الكومنتات. سلام.